السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا وسهلا معايا فيديو جديد على القناه ديالي. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا معايا لا فيديو ديال اليوم كيف ما تلاحظوا جبت لكم واحد الحريشه رائعه فتوجد بسرعه البرق، يعني سهله ماهله بمقادير جد متوفره، تتجي رطبه وهشيشه صراحه الناس ما تشبعوش منها. بالنسبه للمقادير هنايا انا ضاعفت الكميه، درت 2 مقيلات. الا كانت غديروا غير مقله صغيره يعني غديروا غير نصف هذه الكميه. هنا درت 2 ديال البيضات، 2 كيسان ديال الماء، نصف كاس ديال الزيت النباتيه، 2 معالق ديال النيدو، او تقدروا تعوضوهم غير 2 كيسان ديال الحليب بلا ما ديروا النيدو. هنايا درت 2 ديال الفاني، قبصه ديال الملح، ودرت 2 معالق ديال السكر سنيده او 2 معالق ديال العسل. صافي اختي، هادشي اللي غادي ندير في المقادير. كيف ما تتعرفوا غادي نحط لكم المقادير مضبوطه في صندوق الوصف. بالنسبه للسميده غادي نحتاج 4 الكيسان. كيف ما قلت لك اختي هنايا راه انا ضاعفت الكميه، كنتي غديري نصف الكميه ديري غير 2 كيسان ديال السميده الرقيقه، وغادي ديري غير كاس ديال الحليب او كاس ديال الماء اضافه ديال معلقه ديال نيدو. صافي هنايا غادي نضيف السميده. هنا درت 4 الكيسان، كيف ما قلت لك انا ضاعفت الكميه. 2 خمارات. صافي هادو هما المقادير مضبوطه. غادي ناخذ واحد المقيله اللي غادي ندهنها بشويه ديال الزبده ونرشها بالقليل من السميد الرقيق. كيف ما تلاحظوا هنا راه غندير غير نصف الكميه غنديرها في مقله اخرى، وغنديرها فوق نار فوق البوطه، يعني على نار هادئه حتى تطيب ليا من تحت مزيان، نحس بها من الجوانب ديالها راها طابت، ونعاود نقلبها. صافي وغادي نقلبها ونكمل ليها الطهي ديالها، وغادي تكون واجده عندنا. صراحه تجي سهله. عزيز عليا انايا داكشي الساهل. يعني الضياف الغفله الا جاو عندك الناس على غفله راه دغيا توجديهم مع الكوز ديال الاتاي حريشه. بحال الفيديو اللي السابق اللي شاركت معكم الفطائر او المخنفر، صراحه تجي زوينه بزاف. ايوا البنات هادشي اللي كاين على نار هادئه تقريبا لمده واحد 5 دقائق تكون واجده الحرشه ديالنا. راه درتها على نار هادئه. كيف ما لاحظتوا هنايا راه طابت ليا. ضروري البنات تدردروا عليها شويه ديال السميده من الفوق باش الا قلبتوها ما يلتصقش لكم، ما يلتصق لكم حتى شي حاجه في المقله. صافي هنا كيف ما قلبتها كيف ما لاحظتوا، وغادي نطيبها على الوجه الثاني. صافي وتتكون موجوده. انا هنايا راه شويه تحمرت ليا بالزيت، ولكن الصراحه جات مقرمشه رائعه زوينه بزاف ورطبه. تجي واحد المذاق اللي هائل بالفاني، يعني زوينه بزاف. غير جربوا ردوا عليا الخبر، ونتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. نخليكم على خير الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.